السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الهرقمة اللي كيبغيها في رمضان. ان شاء الله غنوجدها معكم باسهل طريقة. كاين الناس اللي كيبغيوها في رمضان، مرحبا بكم. بسم الله. غادي نحتاج الكرعين منقين مزيان ومغسولين مزيان، ضروري الحامض ولا شويه الخل باش تنشف. عندي زلافه ديال الحمص، زيت البليه. في العطريه كنحتاج الكمون ضروري، ولكن ما كنكثرش حتى كنعاود نزيد من الاخر. فاش كيطيب كندير معلقه ديال الكمون، 2 معالق ديال قزبر مطحون ضروري حيت كيعطي واحد الطيبه لذيذه. الملحه، البزار درت هادو عندي 5 الكرعين مقطعين، ماشي 5 كبار، زعما دوائر ديال الكرعين. عندي معلقه ديال البزار، معلقه سكينجبير، معلقه ونص ديال الخرقوم، وتحميره معلقه، وزيت البلديه، واحد المعلقه ديال السمن صغيره. اللي ما كيبغيش السمن ما يديرهاش، واحد نص ديال ضامه البنه ديال اللحم، اي نوع كتبغيو. اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. هاد العطريه تنخلطها بيدي مزيان حيت هادشي ما كيتقلع ما حتى شي حاجه. كنخلطها مزيان باش العطريه تخلط مع بعضها. كنزيدها على الكرعين. كندير بصله وحده، الا كانت عندكم كميه اكثر من هذه اللي شفتوا ديروا 2 بصلات، واللي ما كيبغيش البصله ما يديرهاش، ولكن كتعطي واحد الطيبه زوينه. المهم قطعوها كما بغيتو، هي راه اصلا كذوب، راه ما كتبقاش حيت الكرعين كياخذ وقت كبير في الطياب. انا في الاول قطعتها بهذه الطريقه، وفي الاخر قطعتها عشوائي، كندير نص هكا ونص هكا. والثومه بطبيعه الحال ما قلتهاش لكم، تندير 3 الفصوص ديال الثومه او 4 صاينين، وكندير 3 كنطحنهم. صراحه الثومه حتى هي كذوب، راه ما كتبقاش، وكتعطي واحد الطيبه زوينه للكرعين حيت كياخذ وقت طويل وما كتبقى باينه لا بصله لا ثومه. كندير الماء مغلي ضروري في الطياب. انا دائما كندير الماء مغلي حيت صراحه كيعطي طيبه الطياب، ما كيجيش باسل ضروري. وفاش ثاني تبغيو تزيدوا الماء ضروري يكون غليان، ما تزيدوش بارد نهائيا حيت كيبسل الماكله نهائيا. القزبر انا طحنته ضروري ديروه، واللي ما عندوش ماشي مشكل، ولكن تيعطي واحد الطيبه زوينه.
انا خاص ضروري نزيد الماء تتسد عليها واحد الساعة وهي العافية مجهدة عليها. من بعد كنقص العافية. بعد ما كيطيبوا الكرعين كنزيد الحمص تقريبا كنحس بليه 20 دقيقة حتى نص ساعة. وضروري الا لقيتو الماء ما بقاش ضروري تزيدوا الماء غليان. بعد ما طابوا الكرعين او الهرقمه درتهم في طاجين وكحت هذيك لاصوص. كيف كتشوفوا جاو رائعين. وبصحه والراحه الناس اللي كيحماقوا على الكرعين او الهرقمه في رمضان.